تخيل معايا كده اللحظة دي وانت بتعدي الشارع بالليل والدنيا هادية، وفجأة كشافات عربية سريعة جدا ضربت في عينك وصوت فرامل بيصرخ ناحيتك. المنطق والعقل بيقول انك تطلع تجري بأقصى سرعة عليك، بس اللي بيحصل في أوقات كتيرة العكس تماما. بتلاقي نفسك اتسمرت مكانك ومش قادر تنطق ولا تتحرك، كأن حد صب على رجلك أسمنت. يا ترى ليه؟ هل ده معناه انك جبان ولا جسمك خذلك وعطل في أهم لحظة انت محتاجه فيها؟ عشان تفهم السر الغريب ده لازم ندخل رحلة سريعة جوه دماغك وقت ما الخطر بيحصل. في جزء من الثانية وقبل عينك أصلا ما تستوعب إن دي عربية، الفص الجبهي في دماغك المسؤول عن التفكير العقلاني والمنطق بيفصل شحن تماما، واللي بيستلم القيادة فورا حتة في المخ اسمها اللوزة الدماغية. دي نقدر نعتبرها حارس الأمن اللي قاعد في دماغك ما بينامش إلا 24 ساعة وبيرصد أي خطر حواليك. اللوزة هي المركز الرئيسي لمعالجة المشاعر وبالأخص الخوف والشعور بالتهديد. أول ما بيلتقط الخطر بيبعت إشارات للجهاز العصبي الودي. الجهاز ده نقدر نعتبره دواسة البنزين بتاعت جسمك، واللي بدوره أول ما بيستلم إشارة الطوارئ بيعمل انفجار كيميائي جوه دمك، وبيخلي الغدد الكظرية تضخ هرمونات الطوارئ بكميات مهولة، زي الإدرينالين عشان يديك طاقة انفجارية سريعة، والكورتيزول عشان يخليك فايق ومكمل لفترة أطول. الهرمونات دي بتعمل تغيرات مرعبة في جسمك في كسر من الثانية، واللي بنسميها استجابة الكر والفر أو fight or flight. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قلبك بيبدأ يدق بسرعة وضغط دمك بيعلى جدا عشان يضخ بنزين وطاقة لعضلاتك زي رجلك وايديك، وعشان الدم ده يروح للعضلات الجهاز العصبي الودي بيسحبه من الأماكن اللي ملهاش لازمة دلوقتي زي جهازك الهضمي. عشان كده معدتك بتوجعك وإيدك وأطراف جسمك بتسقع وتعرق وقت الخوف، وحتى كمان تنفسك بيبقى سريع عشان تاخد أكبر كمية أكسجين للرئتين، وحدقة عينك بتوسع وتكبر جدا عشان تدخل نور أكتر وتشوف بوضوح حتى لو الدنيا ضلمة، وكمان شعر جسمك بيقف ويجيلك ما يعرف بالقشعريرة. في اللحظة دي جسمك حرفيا بيتحول لسوبرمان، جاهز يا إما يضرب بقوة وعنف وهو ما يعرف بالكر، يا إما يجري بسرعة الصاروخ وهو ما يعرف بالفر. بس ثانية واحدة، هنا بقى يجي السؤال اللي سألناه في الأول. طالما جسمك اتحول لسوبرمان وجاهز يضرب أو يجري، ليه بقى انت متسمر في مكانك قدام العربية وما بتتحركش؟ ايه اللي بوظ السيستم؟ الحقيقة ان السيستم ما بص ابدا، تشتغل بذكاء مرعب عشان يشغل اخر فرصة ليك في نجاتك. مخك في جزء من الثانية عمل حسبة سريعة جدا لفرص نجاتك، لانك لو حاولت تزق العربية انت الاضعف وهتموت، لو حاولت تجري من العربية دي هي اسرع منك وهتموت برضه. لما المخ بيحس ان الخطر اكبر بكتير من قدراتك وان المواجهة خسرانة والهروب مستحيل، بيلجأ فورا للسلاح السري الثالث وهو التجمد أو الفريز ريسبونس. لأن في الوقت ده الجهاز العصبي الودي هو البنزين بتاعك اللي بيحركك وقت الخوف، وهو اللي بيزودك بهرمون الإدرينالين عشان تجري. فالمخ بيلاقي إنك مش هتعرف لا تجري ولا تزق العربية، على طول بيبعت إشارات قوية جدا عن طريق جهازك العصبي اللاودي عشان يدوس فرامل بأقصى قوة ويوقف كل اللي الجهاز العصبي الودي عمله. وعشان تفهم، تخيل معاه عربية انت دايس فيها بنزين للآخر، موتورها انت جايب اخره اللي هو الادرينالين، ومرة واحدة قمت دايس فرامل. النتيجة ان العربية هتكلبش وتقف مكانها. هو ده اللي بيحصل بالظبط في حالة اسمها الشلل المؤقت. عضلاتك بتبقى مشحونة بالطاقة ومشدودة جدا بس مقفولة ومش قادرة تتحرك. بس ليه جسمنا متبرمج يعمل كده؟ ايه فايدة التجمد ده؟ في لحظة التجمد دي مخك بيفرز مسكنات ألم طبيعية قوية جدا، وبيعمل حالة من الانفصال عن الواقع عشان لو لا قدر الله حصل لك أي إصابة ما تحسش بالألم الفظيع وتكون في حالة شبه تقدير. يعني المرة الجاية اللي تفتكر فيها كشافات العربية دي وتسأل نفسك السؤال اللي بدأنا بيه، هل أنا كنت جبان وضعيف إن ما اتحركتش؟ الإجابة هي لأ، أنت ما كنتش ضعيف أبدا. جسمك كان بيلعب آخر وأذكى كارت عنده في لعبة النجاة عشان يخليك عايش وتسمعني لحد دلوقتي. أنا كده جاوبت على سؤال النهاردة، دورك أنت تقولي في التعليقات إيه هو السؤال اللي في دماغك وعايزنا نجاوب عليه المرة الجاية. ولو أنت أول مرة تشرفنا متنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.